اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. دخل ضرار بن ضمرة على معاوية فقال له معاوية صف لي عليا، فقال له وتعفني من ذلك؟ فقال لا أعفيك. فقال ضرار كان والله بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه، يستوحش من الدنيا وزهرتها ويستانس بالليل ووحشته. كان والله غزير العبرة طويل الفكرة، يقلب كفه ويخاطب نفسه ويناجي ربه، يعجبه من اللباس ما خشون ومن الطعام ما جشا. كان والله فينا كأحدنا يدنينا إذا أتينا ويجيبنا إذا سألنا، وكنا مع دنوه منا وقربنا منه لا نكلمه لهيبته، ولا نرفع أعيننا إليه لعظمته. فإن تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنضود، يعظم أهل الدين ويحب المساكين، لا يطمع القوي في باطله ولا ييأس الضعيف من عدله. يقول ضرار وأشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه وهو قائم في محرابه قابض على لحيته يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين، فكأني الآن أسمعه وهو يقول يا دنيا يا دنيا أبي تعرضت أم إلي تشوقت؟ هيهات هيهات غري غيري لا حاجة لي فيك،
قد طلقتك 3 لا رجعة لي فيها، فعمرك قصير وخطرك يسير، وأملك حقير. آهين آهين من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق وعظم المورد. فسالت دموع معاوية على لحيته المشومة، فنشفها بكمه، واختنق القوم بالبكاء. ثم قال معاوية: كان والله أبو الحسن كذلك، فكيف كان حبك إياه يا ضرار؟ قال: كحب أم موسى لموسى، واعتذر إلى الله من التقصير. قال: فكيف صبرك عنه يا ضرار؟ قال: صبر من ذبح واحدها على صدرها، فهي لا ترقى عبرتها ولا تسكن حرارتها. ثم قام وخرج وهو باك، فسلام الله على أبي الحسن، فسلام الله على أبي الحسن، فسلام الله على أبي الحسن. السلام عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين، ورحمة الله وبركاته. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.